السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. سنة سعيدة عليكم، سنة خير بإذن الله. اللهم اجعله يا رب رمضان كريم علينا كلنا. طبعا احنا في تجهيزات رمضان، فانا جبت 3 كرنبايات بقالهم يومين ما عملتهمش، كنت تعبانة شوية، فقمت لقيتهم شكلهم دبل كده، فقلت مش هينفع برضه، كان حرمنا ان انا اجيب حاجة بفلوس واخسرها، فقلت ايه هعملهم معاكم كده وشيلهم. احنا ما بنكترش عشان احنا كنت اقطعهم واسلقهم كده، يعني ايه اجففهم بمعنى صح. انا اصلا كده كده يعني بحب اعمله الصبح بالصبح، بس عشان خلاص الكرنب البلدي كل سنه وانتم طيبين هيخلص، فطبعا قلت ايه خلوا بالكم ماليش قوي في تقطيع الكرنب، بس انا بحب يعني اعمله بايدي، ما بحبش الحاجه لما حد بيعملها معاكي بس تلاقي سبحان الله تطلع بايظه، تطلع فيها حاجه. طبعا انا هقورها كده كلها كده اعملها زي الورده وهسلوها قدامكم واوريكم فيها ازاي. الطبيعي العادي اللي احنا بنعمله، بس كل واحد وليه سبحان الله حاجه في عمايله. يعني عايزه اقول لكم الحاجه لما تكون يعني انت اللي بتعمليها بايدك ومتداريه فربنا بيبارك فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا جايبه 3 كرنبيات، قلت وبعد كده لو لقيت برده قابلني كرنب بلدي تاني هبقى اجيب، لان البلدي لما بيخلص بعد كده بيبقى الكرنب. طبعا انا قطعتها كده اهو، وهاجي قدامكم كده تعالوا شوفوا وانا بعملها. استنى. طبعا غليت الميه كده ومسكت كده، كان عندي اخر حبه كمون اهم، حطيتهم في الميه وانزل معاهم بشويه سكر كمحافظه يعني مش اكتر اهو معاهم. وهمسك كده، طبعا انا كنت غاليه الميه فاصلا ما انا بصور، وهمسك كده الكرنبايه هنزل بيها كلها كده. هي طبعا كبيره على الحله فانا هاخدها جنب جنب، يعني الجنب ده يتسلق كده واروح حاطه الجنب التاني على اساس ان انا انجز. انا مش هطول يعني فيها، كل حاجه ممكن تتصرفي فيها بالعقل، الصلاه على الرسول والاستغفار، الصعب هيبقى سهل. طبعا انا طلعتها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله الرحمن، حاطه الناحيه التانيه، مش هكمل تسويتها يعني تسويتها دقيقه كده، مش هكمل دي على النار وهروح مطلعاها، مجرد بس عشان ايه ما يتهريش، يبقى مطلعاه من التلاجة ان هو كاني لسه عاملاه اهو. تفضل معاكي الكرنبايه من السنه للسنه زي ما انتم شايفين، مجرد ثواني لحظات كده بس يعني يعتبر بجففها في النار تترى تبقى كده اهي، ما بسواهاش قوي، بس مجرد ما تترى احطها كده. بس انا كده غلقتها من جميع الجهات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزه اقول لكم الكرنبايه تقلت من الميه، بس عشان ايه انا هعمل في الحله التانيه دلوقتي قدامكم القطه. انا كده هاخدها كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نصفيها قوي واجي كده على النار على الفرن احطها، حطيتها كده في الوسط ايه ما خدتش معايا ثواني. طبعا النهارده عملنا الكرنب وهنعمل معاه كمان الطماطم، اديني غسلتها حلو وهاخدها دلوقتي معاكم كده على النار. جبت حله واحط فيها كده القطه، ولا احطها ولا اقطعها ولا اي حاجه، غسلتها حلو. بس جبت عدايه عامله 160 جنيه من الكيلو ابو 8، هو اداني 25 كيلو ب 160 جنيه. بس لما تجيبي القطه بلدي وحمرا كده وبصي تلاقي ما تعمليها تبقى حلوه في بصوا هنزل كده. طبعا انا مقطعه هنا بنجر، مقطعه 4 بنجرات عشان انا جايبه 25 كيلو هعملهم على قدهم، وقرن فلفل برميه في قلبها كده، احط كده شاليسه الباقي بحط من فوق من تحت. المنجر ده بيخلي القطه بيحفظها وبيديها طعم، واحط معاها شويه سكر كده عليها. طبعا بحط معاها كده كوبايه ميه برده او نص كوبايه ونص، عشان الكميه كبيره احط كوبايه ونص عشان ايه القطه تبقى واخده راحتها وهي ايه. جربوا الطريقه دي يا جماعه، انا بقالي كام سنه ماشيه بالطريقه دي. القطه بتقعد عندي، بصوا انا غسلاها كويس جدا، القطه بتقعد عندي وقت في التلاجة، لو قعدت من هنا السنه الجايه بتفضل زي ما هي، ولا بتعمل تلج ولا ميه ولا اي حاجه، بتبقى حمرا كده. وهتشوفوا بالاخر لما اسبكها البنجر مع السكر مع قرن الفلفل الاحمر بيديها
طعم جميل. يبقى اطلع تسبيكتي في رمضان جاهزه، بدل ما اقعد ايه اعمل. كلنا بنبقى صايمين كل سنه وانتم طيبين، والواحد بيبقى مثلا عنده شغل عنده حاجه ما بيبقاش فاضي، بنقرا قران بنستغفر، بتبقي كل وقتك عايزه ان انت تبقي قاعده موجهه يعني وجهك كده لله عز وجل. طبعا اهو طبعا ده اخر حاجه في الكرنب كده. وانا هنا صفيت الكرنب. بصوا تعالي، طلعت الكرنب اهو على مصفى اهو، وهفرده على صينيه كده يتهوى براحته عشان ما بشطفوش. طالما ان انا هشيله كده ما بشطفوش، انا كنت غسلاه. بصوا اهو طلع الواحده بوحدتها، يتهوى بقى كده براحته وراح. بصوا جلدها، بصوا ماسك كده. طبعا اهي انا بكمل الحله دي. انتوا عارفين القوطه لما هتنزل احط في الحله الثانيه اهو عشان اخلص غسالة الكرنب وربيت الميه منها وبعمل فيها. بصوا عشان يتعملوا الاثنين مع بعض عشان ما اخدش دبكه وحد يخش حد يبص لها تتنزل. طبعا اهو استنى مش دي ثانية. طبعا سبت الكرنب يتهوى واديني ايه هقطعه. طبعا انا بعمله كده الاول، باخد دي كده وبروح ايه اقطعها. بسم الله. النور قطع واحنا بنصور، هقف؟ لا طبعا هشتغل عشان الحق انجز واخلص لاني ورايا هم كبير قوي. محبش اقطعها صغيره، تبقى وسط كده تطلع بقى متقطعتها حلوه. طول ما الحاجه متجريه زي ما انا قلت لكم الورقه تبقى سليمه في ايدي، ولو شلته بيفضل زي ما هو من السنه للسنه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هوريكم بس حاجه عشان هقعد ايه هطفي كده الكاميرا وهقعد اشتغل في الارض زي ما انا عايزه اهي. عشان تقدر تبقى قد الرزايه اهي وسهل في تقطيعها. بصوا شايفينه طالع ازاي ما شاء الله. يعني هو ده اليومين اللي تخزنوا فيها. اما بلاقي الورقه طريه يعني عادي طويله شويه مفيش مشكله. النور ده بصراحه مشكله. عبال ما النور قطع كنت عملت قبل ما يقطع يعني من قيمه نص ساعه بالظبط وانا بعمل حاجه عملت شويه بسله ورز. كان عندي وركين عملتهم، قلت عشان ايه يبقى في اكل في البيت عشان عارفه ان النور بيقطع بدري. فعملت اكل عيل بره ويجي يلاقي لقمه ياكلها بدل ما بنجيب اكل جاهز. والله العظيم عايزه اقول لكم غالي وما بيكفيش اصلا. نقفل. 3 كرنبايات اهم عملت منهم جففتهم وعملتهم. يعني بصوا الكرنبايه بصوا طالعه ازاي، بصوا مش مستويه. بصوا سايباها يعتبر نيه اهو. وهبتدي دلوقتي ده كده هيقضي
هعمل بيها مثلا ايه حله صغيره في رمضان جنب ورق عنب جنب حاجه. انا عبيت كله بس حبيت اوريكم ايه انا مطلعاه ازاي. يا دوبك بدخله الميه زي ما شفتوا وبطلعه على طول. بحطه كده في الشنط مع الطبق. وده هنا اهو اهو، واطلع منه الهواء واقفله كده جامد واشيله في درج الفريزر. وده هنا بقيه الكرنب اللي انا عملته، بقيه ال3 كرنبيات قلت اعملهم نتغدى بيهم على اساس ان احنا هنبقى صايمين وهنفطر يعني. وهبتدي دلوقتي معاكم هنعمل كده خلاص الكرنب. هنبتدي بقى. بصوا القوطه اتصلصت ازاي، هضربها دلوقتي في الكبه قدامكم وهوريكم لما تتضرب في الكبه مع البنجر مع الفلفل هتبقى ازاي. هنسمي كده بالرحمن. طبعا اهي بصوا عامله زي الصلصه ازاي. بصوا عامله زي الصلصه ازاي. بصوا كانها صلصه من اللي بتشتريها بره. طبعا رغم كل ده بصفيها تاني، هي مش محتاجه تتصفى بس انا بصفيها ايه تاني. بعبيها في اكياس بقى ولا احطها في علب ولا حاجه. العلب غاليه قوي يا جماعه، فطبعا احنا بنطلع الكيس فبناخد اللي فيه بعد كده بنرميه. بصوا انا كده بصفيها تاني بعد ما عملتها. بصوا لونها احمر ازاي. افضل كده اصفي فيها لما انزل ايه على اساس تبقى ايه صافيه كانها بالظبط كانك جايبه البذور. والتفل ده بتبقى غلط على المعده يعني. انا عامه يعني بحرص دلوقتي وبتاكد من الدكتور على كل حاجه عشان انتوا عارفين طبعا ان التكميم بيبقى لازم كل حاجه تبقى عشان المعده بتبقى مش زي زمان وكده. بصوا اديني سبكتها وعملتها وضربتها في الخلاط. بصي كاني جايبه صلصه. بصوا منظرها. هخلص خالص واعبيها وارجع لكم تاني. بصوا التفل طلع منها قد ايه. مش تقولي انا مسبكاه وخلاص، لا اهو التفل اهو. بصوا عشان ده بيتعب المعده كده. انا عملتها كانها صلصه بالظبط. بصوا هعبيها بقى وارجع لكم تاني. وكده خلاص انا خلصت. بصوا ده كده يعتبر عديت القوطه عملتها عملت 22 كيس. بصوا كل كيس فيه ازيد من كيلو ونص وتقيل. وشلت منها وخدت منها كمان للسلطه. وده كده الكرنب اهو خلص وجففته وخلاص. يا ربنا يا رب كده يجعله رمضان مقبول علينا واشوفكم بخير. اللهم بلغنا رمضان ايمانا واحتسابا ويغفر لنا وكل واحد ربنا يهديه ويسامحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.